لا، ده الحكاية فيها إن. المثل ده بيتقال إمتى؟ المثل ده بيتقال لما يكون إحنا في أمر معين كده مش مرتاحين له وحاسين كده بقلق من ناحيته، فبنقول الحكاية فيها إن. كل مثل وليه حكاية، وأصل مثلنا هنقوله دلوقتي. قصة المثل بقى بترجع لحاكم حلب محمود بن صالح مرداس، اللي كانت بتربطه علاقة طيبة مع الأمير بتاعه الأمير علي بن منقذ، لدرجة إن الناس شافتهم كويسين مع بعض راحوا موقعين ما بينهم. ووصلت الموضوع إن الحاكم حب يتخلص من الأمير بتاعه. الأمير علي حس بالموضوع، راح واخد ديله في سنانه وهرب. وفي يوم من الأيام طلب الحاكم من الكاتب بتاعه إنه يكتب رسالة للأمير علي بيطمنه فيها وبيبلغه إنه عفى عنه وإنه منتظر رجوعه. الكاتب كان على علاقة طيبة بالأمير علي، وحس إن في حاجة مش تمام، وإن الحاكم ناوي للأمير علي على نية إنه هو يتخلص منه. راح كتب رسالة، وفي آخر الرسالة كتب له إن شاء الله تعالى، وشدد على النون. فلما وصلت الرسالة للأمير علي حس إن في حاجة مش طبيعية، وإن في خطأ إملائي ما يعديش على الكاتب أبدا، وإن في رسالة مشفرة عايز يوصلها الكاتب للأمير علي. فاستدل بالموضوع ده وبدهائه لقول الله تعالى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فعلشان كده وصلت الرسالة اللي كتبها الكاتب المشفرة للأمير علي. بعت بقى الأمير علي رسالة للحاكم، وكان بيشكره فيها وبيطمنه على ولائه، وختم الرسالة وقال أنا الخادم المقر بالأنعام، وحط همزة تحت الألف وشدة على النون. فلما وصلت الرسالة للكاتب وحب يقراها على الحاكم، فهم الكاتب الرسالة ومغزى الرسالة اللي بعتها الأمير علي، واستدل فيها بقول الله تعالى إنا لن ندخلها ما داموا فيها. ودي كانت قصة مثلنا النهاردة، الحكاية فيها إن. أتمنى المثل يكون عجبكم، وأشوفكم مثل جديد. سلام عليكم.